يعني راح نعطيك آخر سؤال يعني من فضلك. اسأل. وتجاوبيني بصدق يعني. اوكي. أنت يعني تحاكيني عن جد ولا يعني ولا بمزح يعني؟ شو اللي هو احاكيك عن جد؟ عن الزواج والملاقعات يعني بيني وبينك. الزواج ما نعلم. والملاقعات شو مناقعات يعني؟ اللي بيني وبينك. ما اعرف شو يعني مناقعات. يعني أنا حابب يعني إحنا بيناتنا ملاقعة حب يعني إحنا نتعارف وراح نعمل ملاقعة. اوكي بس هذا مش في السوشيال ميديا امام الناس. يعني أنا نحبك يعني يكونوا شهود عنك وشهود عني. هذول بيتكلمون علينا الناس بعدين. خليه يتكلموا. ربي سبحانه والرسول صلى الله عليه وسلم لماذا قال يعني في الحلال ولا في العرس تعرض النساء وتعمل عشاء؟ ليش؟ لأن كل العامة تسمع بك لأن فلانة زوجة فلان. هذا في الدين. ايوه بس في الدين مو بان انت تقول لي هالكلام امام الملأ. هي أمام الملأ وين المشكل؟ انت تتكلم جد؟ عن جد. هون نحكي عن القلب، هون نحكي عن الجد. ولا نعطيك يعني مهلة للتفكير؟ عطني مهلة اراقبك. لا ما تراقبيني. لا ليش ما اراقبك؟ لا ما تراقبيني. أنا راح نعطيك التبرير والتعليل. ليش ما تراقبيني؟ إذا كانت بيني وبينك علاقة رسمية من حقك تراقبيني. إذا ما كان علاقة بيني وبينك رسمية ما تستطيعي تراقبيني. عشان تستوي علاقة رسمية لازم اراقبك. راقبي عن نفسك لأني أنا ماني عامل شيء ولكن أنا متأكد وش أنا حنقولك. اوكي اوكي اوكي. متى رايح قطر؟ الله أعلم. ابعثي لي الفيزا. لازم حد في قطر يبعث لك الفيزا وبنا. الامارات اقدر اسوي. الامارات اقدر. ابعثي لي للإمارات راح نجيك حتى الإمارات لأني أنا صاحب كلمة. تليفون تكسر. ايدي لا ايدي. خلاص بسوي لك فيزا على الامارات والله جد ابو جمعه. ما اتغشمر. جد جد جد. يعني تبعثي لي الفيزا؟ اي والله. والله هي حلفت بالله. والله العظيم. حلفت بالله. سوف تحاسب. وين راح يكون بثك ويجوك الجزائريين ومحبي ابو جمعه ومتابعي ابو جمعه وراح يلوموك ويقولوا لك ليش كذبتي على ابو جمعه جرحتي مقاشره. اوكي تبغي فيزا للامارات؟ ارسل لي بس اقول لك شو الاشياء المطلوبه برسل لك اياها على السناب. ارسل لي اياها. اكيد راح نراسلك غدوه بكره ان شاء الله. اكيد. يا انا قلت لك سيصير صاحب كلمه. انت ما تلتحق ابو جمعه امامكم. انت ساكنه وحدك يعني. انتوا شهود يا جايز. انتوا شهود. انت ساكنه وحدك. انا والخادمه ولا العامله. ما يهمني انا في الخادمه. انا الخادمه ما يهمني وما نحب يعني الخادمه ما تهمني. هي تشتغل على نفسها. انا والله ما يهمني شيء بالخادم. انا تهمني انت وحياتك انت وكل انت. ما يهمني ولا شيء. لو يعني لما يتيلي كل بنات العمارات سأراك أنت فقط. لا أرى ولا بنت أخرى معك. أيوة. وقيل فيها. وقيل فيها. أنتم وش رأيكم؟ واحد قال له راس يحبس. شو قال؟ انا
ما افهم ساعة كلامك ابو جمعة، شو قلت؟ راسه شو يحبس؟ لا الانسان هذا متفرج. قال لي ابو جمعه يعني كيما نقول احنا راسي يحبس. سبحان الله موش مأمن باللي انت تطلبيني للزواج وتبعثي لي الفيزا وانا اجي عندك. يعني هذا الانسان ما هو مأمن. يعني جاهته يعني شيء غريب من الغرابه. اوكي وانا عشان قلت له في الدنيا هذه كل شيء ممكن. في الدنيا هذه كل شيء ممكن يرزقه الله من حيث لا تحتسب. كل شيء يعني بالنية والقلب الصافي والمحب. صح. يعني صح. أنا ممكن الله أنت مكتوبي في هذه الدنيا. ما نعرف. ما تعرف. ممكن أنا مكتوب في هذه الدنيا. ما تعرفي أنا مكتوبك في هذه الدنيا. صح. الواحد ما يعرف. هي المكتوب معاه شوية زيت يا جماعة راكم عارفين. المكتوب صح لازم معاه شوية زيت. قال لك سير يصير. أو مش قلت لك واحد في بلاصة قلت كتب وتقول لي المكتوب ولا اديت واحدة من أوروبا ولا واحدة من الإمارات ولا تعرف لازم كيف أعرف كيف هذا مسكينة هو وشابة. انتوا عندكم في الجزائر عادي الواحد يتزوج وحدة مش جزائرية؟ عادي جدا. واحنا عندنا يعني في الجزائر لو تزوجت يعني واحدة من دولة أخرى دولة عربية ولا الجزائر تتكفل معك كل شيء يعني وتعطيك كل يعني التسهيلات. الحمد لله. والجزائرية عادي تتزوج في شخص مش جزائري؟ عادي جدا. اوكي ويتعامل مثل الجزائري؟ عندك أخوك ولا إخوتك يعني بدون زواج؟ أيوة عندي. وحابين يعني يتزوجوا جزائريات يعني؟ ما أعرف شو حابين يتزوجون جزائريات ولا لا ما أدري. يا بنات بلادي وقيلا راح ندبر لكم في الماء وخلاص نديروا تبدأ التجاري في الماء. صار خطابة. الريق نروح وريق لكم كاع معايا ان شاء الله برب. كاع ما ننساكمش ما تقولوا موش معايا ننساكم انسوا بننساكم. بجمع نلعب رباعي ولا لا؟ أنا شكلي بسكر. هيا نلعب رباعي. أنت الآن يعني أنت المستقبل. أنت شريكة الحياة. أنت الكل في الكل يا ملكة قلبي وروحي. ارحبي وهلمي. يلا رجلك وقت بك. ما أقدر على هالكلام ما أقدر. يعني قلت لك ان شاء الله تكون عندي تسهيلات وريك يعني اموري يعني كما نقولوا احنا الفيزا واموري هذيك وراح نجيك يعني